متابعين في الدنيا. تعالوا كده مع بعض نعرف هنعمل الكيك الشاتو ده ازاي مع بعض كده ونشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ هعمل معاكم النهارده وصفة جديدة. هعمل معاكم جاتو شاتو. معايا المقادير بتاعتي. معايا كوباية لبن لازم تكون فترة زي دمع العين كده، ومعايا كوباية سكر، معايا كوباية زيت هي نفس الكوباية طبعا. معايا 3 بيضات، معايا شوكولات شيبس، معايا ابيض وبني، وكيس كيك شيف، وكيس فانيليا، ذرة ملح، معلقة صغيرة خل، ومعايا 2.5 كوباية دقيق. هنشوف مع بعض الطريقة كده مع بعض. انا نزلت بكوباية السكر بتاعتي وكوباية اللبن في الخلاط بتاعي في الشفشق، وهنزل بمعلقتين كبار كاكاو اسباني بالشكل ده، وهضربهم في الخلاط كويس جدا، وهنضيف الزيت بالتدريج والخلاط شغال عشان يديني لمعان ويبقى سمكه كويس معانا. مع بعض كده نشوف. والخلاط شغال. هنزل بالزيت بتاعي. ضربت اللبن والسكر والكاكاو بتاعي ما شاء الله جميل جدا. هاخد منه كوبايه وهحطها في التلاجة تبرد لغايه ما نخلص الكيكه بتاعتنا وتبرد طبعا بالشكل ده. بالشكل ده ان شاء الله جميل جدا وبيلمع معايا ازاي. سيبها على جنب كده. هنجيب البيض بتاعنا بقى وهنضيفه على بقيه الخليط هنا، والملح ومعلقه الخل اقصد، وذره الملح بتاعتنا، وكيس بيكنج باودر، وكيس الفانيليا. هنضربهم مع بعض في الخلاط ونرجع. البوله بتاعتي طبعا تكون ناشفه جدا مفيش فيها اي ميه خالص اهي ما شاء الله. وانزل بالخليط اللي انا عملته في الخلاط بالشكل ده. هجيب الدقيق بتاعي وهنزل بكيس البيكنج باودر على الدقيق وهقلبه كويس بالشكل ده، وهنزل بيه في الخليط بتاعي اللي احنا عملناه مع بعض، وهنزل بالتدريج كده. طبعا اقلب على اتجاه واحد بالشكل ده. طبعا انا مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 180 بالشكل ده. طبعا كده القوام بتاعي بقى مظبوط، ما ينزل معايا كده زي الخيط كده تعرفي ان هو كويس. انا اقعد اضرب فيه حوالي كده دقيقتين كده على السريع بالشكل ده. نجيبه على جنب ونجيب الصينيه بتاعتنا نبطنها مع بعض. طبعا انا جبت الصينيه بتاعتي عشان ابطنها. طبعا انا جبت ورق زبده اهو قطعته عملته دايره. طبعا انا عشان يبقى مظبوط معايا بقوم عاملاه كده في نص الصينيه طبعا، وبقوم قطعه بالشكل ده. هدهنه بالزبده برضو. هبطن الصينيه الاول وارجع لكم. الصينيه بتاعتي اهي. هنزل بالخليط بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. هنزل نصه كده وهفرده بالشكل ده.
واجيب الشوكولات بتاعي وهنزل كده في النص شوكولاته، وبعدين انزل ببقيه الخليط بتاعي بالشكل ده. والصينيه بتاعتي اهي، اديها خبطتين كده وهدخلها الفرن وهنشوفها بعد ما تطلع مع بعض. الكيك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن ان شاء الله جميل جدا. هنجيب خله كده ونشوف مع بعض، نجربها كده بالشكل ده. ان شاء الله طالعه نضيفه جدا اهي. هنسيبها لما تبرد عشان نضيف الصوص بتاعنا عليها. جدا ان احنا ما نطلعهاش على الرخامه عشان ما تهبطش معانا، لازم اطلعها على الحامل عشان ما تبقاش على الرخامه بارده تهبط الكيك بتاعنا. الكيكه بتاعتي بردت خالص اهي. هبدا اخرمها بالخله بتاعت الشيش طاووق دي بالشكل ده عشان الصوص بتاعي ينزل في الكيك بتاعي بالشكل ده. وبعدين انزل بالصوص بتاعي بالشكل ده. هبدأ افرد الصوص بتاعي على الكيك بتاعي بالشكل ده. طبعا عندك شوكولاته بني، شوكولاته بيضاء، اي حاجه متوفره عندك تزوقيها بيها عادي. انا كان عندي شوكولاته بيضاء وشوكولاته بني بشرتها عشان ازوقها بيها بالشكل ده. ان شاء الله جميله جدا. وطبعا بشكركم جدا على متابعتكم، وبشكركم على الكومنتات الحلوه اللي انتوا بتبعتوها لي بالشكل ده. طبعا الصوص بتاعي بيلمع لان انا ضفت الزيت بالتدريج، والخلاط بتاعي شغال ما شاء الله. طالع السمك بتاعه جميل جدا بالشكل ده. نزوق مع بعض الكيك بتاعنا بالشكل ده. ده شوكولات ابيض، بالشكل ده. اتمنى طريقتي تعجبكم. بالشكل ده. هكمل وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا عملتها كده باللون الابيض. هاجي بقى بالشوكولاته اللي انا بشرتها اللون البني هنا كده
بالشكل ده. والجنب التاني باللون الابيض، شوكولاته برضو بيضه وبشرتها بالشكل ده. هتعطي معايا منظر حلو قوي بحاجات بسيطه كده، هتكون معانا شكلها حلو. ولو عاوزين تعملوا جنب تاني بجوز هند ماشي، بس انا هعملها بالشوكولاته، يكون طعمها لذيذ وحلو بالشكل ده. اتمنى تعجبكم كده بالشكل ده. واخر واحده باللون البني، اللون الابيض. ده شكل الكيك بتاعي بعد ما زوقته بالشكل ده. اتمنى ان هو يعجبكم، وده شكله النهائي بتاعي، واتمنى اعرف رايكم، وبشكركم واترككم في رعايه الله.